بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المشاهدين، محبي الساحرة المستديرة في كل مكان، نسعد بصحبتكم الكريمة أينما كنتم أصدقائي وأحبابي. أهلا ومرحبا بكم. ومحمد عضل في نص الملعب، علي وزة ومحمود بليا. عضل بيسقط واحدة جوه الصندوق، والارتقاء على خطيرة وعلى طول مختار. يا ولد يا لعيب، غلب سبورتنج درجة رابعة 4-0. محمد الكومي بيلعب الكرة على طول، العرضية خطيرة خطيرة، كرة يا سلام عليك يا كرة، يا سلام عليك يا كرة. بيليا لمرسي، مرسي بيلعب واحدة عكسية حلوة قوي قوي على صدره. يا ولد العيب، راح الجول راح الجول. سعد جمال، سعد جمال والعرضية، الله الجول، الله 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 الله. هدف أول جميل، هدف أول عالمي عالمي يا ولد يا لعيب. يا سلام عليك يا مصطفى يا صفا. كبار بقى في كأس مصر. وادي الكرة سعد جمال، وفي تدخل قوي جدا جدا في وجه وصدر سعد جمال. السيد عبد العليم بيلعب العرضيه حلوه، سعد جمال يا سلام، الله على الكره، حلوه الكره، الغمزه واللمزه. بيجي عمليه الاحماء اهون. وادي الكره العرضيه، ويوسف هاني من اعلى نقطه، لكن الدفاعات يطلعوها. ودي سعد جمال، حلوه الكره، الله الله على التسديده يا ولد يا لعيب. ياسر مختار شويه ثواني مشروعه، بيلعب الكره ايده رجل. وفي هذه اللحظه يطلق حكم الساحه الكابتن منير يوسف صافره انتهاء هذا اللقاء. الف مليون مبروك فارسي ونجوم فريق كيرنس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول نحمد ربنا، طبعا ده كرم وفضل من عند الله في الاول وفي الاخر. احنا بنجتهد وبنسعى، والتوفيق ده من عند الله. طبعا ببارك لجمهور كيرنس، وببارك لمجلس الاداره. الحمد لله، يعني احنا اتكلمنا من البدايه، شغالين من البدايه. ماتشات كانت في البدايه صعبه، كان في بريس، كان في ضغط علينا جامد، اسم كيرنس كان كبير، فاللعيبه في الاول كنا مطالبين ان احنا نحقق دايما، فده كان عملنا ضغط. لما الدنيا بدات تهرب مننا اللعيبه حست، وكلنا حسينا بمسؤوليه. والناس بصراحه مجلس الاداره وكابتن باشمهندس الخضر وكابتن تامر اسماعيل والناس بصراحه ما تاخروش في اي دعم طلبناه. اللعيبه بدات تاخد الثقه بالماتش بيجيب ماتش، وده اللي احنا كنا قايلين عليه من البدايه. كان في عدم توفيق في البدايه في الدوري، ماتشات بتروح مننا في اخر دقيقه، في حاجات عدم توفيق. الحمد لله يعني لمينا الدنيا واشتغلنا صح، وربك كريم. هو في الاول وفي الاخر احنا بنجتهد زي ما قلت لحضرتك، والتوفيق ده والكرم من عند الله. احنا الحمد لله يعني دارسين رايه. احنا كان عندنا ماتش الخميس، فقفلنا على نفسنا على طول بعد ماتش شربين. عندنا ماتش الاثنين، كان ماتش النهارده رايه. دارسين الفرقه كويس الحمد لله، واشتغلنا كويس على اللي احنا عايزينه. الشوط الاولاني ما كناش لسه عملنا اللي احنا عايزينه. بين الشوطين اتكلمنا على الشغل اللي احنا نشتغله في الشوط الثاني، وقد كان ربك كريم. الحمد لله خطفنا في اول 5 دقائق في الشوط الثاني جون. يعني الحمد لله اتكلمنا مع اللعيبه، واتكلمنا ان احنا عايزين الناس كيرنس حقها انها تكون تلعب في دوري ممتاز في دور 32 في الكاس. فالحمد لله كرم من عند الله، ربنا كريم ان شاء الله. وناخد خطوه كمان اللي في الدوري، لسه علينا في الدوري لسه في شويه حاجات كده، خطوه خطوه زي ما احنا شغالين. 3 بونت في الدوري، بس النهارده نفرح بالكاس، وان شاء الله هناخد اجازه يومين، وبعد كده نرجع تاني على الدوري ان شاء الله. عندنا ماتش صعب جدا في بسيون فرقه كويسه، فربنا كريم، خطوه خطوه كده ان شاء الله. حبيبي ابو خالد، والله احنا بنتشرف بوجودكم، والحمد لله مكسب بندل مجلس الاداره والجمهور اللي في ظهرنا. والحمد لله يعني صعودنا لدور ال 32 في الدوري الممتاز، ده حاجه تكلل تعبنا كلنا كمنظومه، من اول الجماهير مجلس الاداره واللاعيبه والجهاز الفني. فربنا يكرمنا ان شاء الله، ونعلي اسم كيرنس ونرجعه لمكانه الطبيعي، وربنا يكرمنا ان شاء الله. طبعا يا كابتن، هو الدوري احنا النهارده الحمد لله فصلنا عن الدوري، الحمد لله مشينا بخطى ثابته في الدوري، كسبنا ماتشين ورا بعض. عندنا ماتش كمان بره في اتحاد بسيون، ربنا يكرمنا مركزين فيه. النهارده هنفرح، هنقفل النهارده ان شاء الله، ونبدا من بكره او من بعد بكره على طول، بعد ما نرجع من الاجازه ان شاء الله هنركز في ماتش اتحاد بسيون. واهم حاجه الدوري اللي هو التركيز الاهم بتاعنا، ان احنا ان شاء الله نرجع كيرنس المحترفين تاني ان شاء الله. الله يبارك فيك. احنا كنا مركزين في الماتش ده اللي احنا نكسب، لان الماتش اللي بعده الدور 32 هنلعب فرقه دوري ممتاز، فده هدفنا ان احنا ربنا يكرمنا نتشاف اكتر، الناس تبص علينا اكتر، اللي احنا فرقه كويسه نستاهل احنا نصعد، وماشيين كويس في مجموعتنا كمان، ربنا كرمنا بمكسب في فوز ورا الثاني. فاللي جاي احسن ان شاء الله لجماهير كيرنس ولمجلس الاداره والجهاز الفني، فربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. طبعا اي حد هيبقى مقلق من فريق كيرنس، كده اسم كيرنس كبير، هيبقى مقلق ان هو كسبان بروكسي رايه في الكاس صعد 32، هيبقى جاي مقلق منك، مديك حجمك الطبيعي. فالماتشات اللي جايه ان شاء الله هتبقى سهله لينا باذن الله. بقول اول حاجه الحمد لله والشكر لله على المكسب. ببارك للعيبه طبعا المحترمه، عملت مجهود كبير، والجهاز الفني شغال معانا، ومجلس الاداره مش بيتاخر علينا في اي حاجه، فببارك لهم واقول لهم الف مبروك.
الحمد لله النهارده بنلعب على المكسب. طبعا احنا متفقين ان احنا ما بنلعبش غير على المكسب بس. فالحمد لله ربنا كان وفقنا النهارده وقدرنا ناخد 3 بونت ونفرح جماهير ديكنس يعني. الحمد لله صعدنا الحمد لله. احنا هدفنا الصعود على طول، واحنا بنتكلم ان احنا ان شاء الله نوصل لابعد مكان في كاس مصر، وربنا يكرمنا باذن الله الفتره الجايه ونفرح جماهير ديكنس باذن الله. اكيد والله احنا متفقين اللي هو الكاس طبعا بطوله لوحدها، والدوري بطوله ثانيه. احنا بنلعب على المكسب بس، سواء في الكاس او في الدوري. احترامي لكل الناس، راي فرقه محترمه جدا، بس احنا اي فرقه بنلعبها هدفنا المكسب بس. فالحمد لله ربنا وفقنا النهارده وقدرنا يعني نكسب يعني ونعمل اللي احنا عايزينه الحمد لله. لمرسي، مرسي بيلعب واحده عكسيه حلوه قوي قوي على صدره يا ولد اللعيب، راح الجول راح الجول. سعد جمال والعرضيه، الله الجول، الله 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 الله. اللعب مع الكبار كان هذا هو شعار لاعبي فريق ديكنس في لقائهم اليوم أمام ضيفهم فريق راية بعدما تغلبوا عليه بهدف لا شيء. لينتظر الفريق ملاقاة أحد فرق الدوري الممتاز. رصد لكم هذا التقرير من ملعب حمدين وعبد الجليل بنادي ديكنس الرياضي، كاميرا صلاح الزغبي وتعليق العربي الأشموني، وكان معكم محمود خالد.